هجوم الأهلي المرعب في يناير القادم. إبراهيم دياباتي: الأهلي بيقترب من حسم الصفقة مقابل 1.2 مليون دولار. اللاعب سجل مع ناديه عدد كبير من الأهداف وقدم مستوى لافت، والأهلي بيشوف إنه ممكن يكون إضافة هجومية قوية، خصوصاً إن الثنائي الحالي محمد شريف وجراديشار لم يقدما ما يرضي الإدارة حتى الآن. أسد الحملاوي: الأهلي بيستعد لتقديم عرض كبير والمهاجم الفلسطيني تحت المجهر. اللاعب الفلسطيني أسد الحملاوي هداف النادي الروماني، وظهر اسمه بقوة ضمن المرشحين للهجوم في الأهلي خلال الانتقالات الشتوية. أسامة فيصل: الأهلي بيحدد القرار النهائي في الصفقة وبيتابع تطورات انتقاله. المشكلة إنه هناك مغالاة مالية من طرف ناديه، واللاعب حتى الآن ما تمش الإعلان الرسمي. يمكن نقول إنه الملف مفتوح بجدية، لكن ما فيش تأكيد 100% لحد الآن.